شاهد: السعودية نقلوا جسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لن تصدق ماذا وجدوا بداخل القبر. وجدوا مفاجأة مذهلة سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، فضلا وليس أمرا، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وصل على خير البرية إنه محمد صلى الله عليه وسلم. شهدت المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية قبل أعوام هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في الكثير من الأضرار في بعض الأماكن، وكان جبل أحد من أبرز الأماكن المتضررة من السيول، حيث جرفت هذه السيول قبور بعض الصحابة من شهداء معركة أحد الذين بلغ عددهم 70 صحابيا، ومن بينهم قبر الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. شهود عيان يروون ما حدث لجسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب عندما قاموا بنقل جسده بعد 1400 سنة. ذكر الدكتور طارق السويدان في سلسلته القيمة قصة النهاية نقلا مباشرا عن فضيلة الشيخ محمود الصواف عن الحادثة العظيمة التي تشرف بها بعض العلماء في مكة المكرمة في إعادة دفن بعض الصحابة رضي الله عنهم من شهداء أحد، حيث قامت الحكومة السعودية باستدعاء عدد كبير من العلماء في المملكة من أجل نقل جثامين الصحابة الكرام إلى مقبرة آمنة وبعيدة عن سيول الأمطار، وهذا للحفاظ على رفات الصحابة. وكان من بين من شارك مع العلماء الشيخ محمود الصواف. يقول الشيخ محمود على لسانه: كنت أنا من أحد العلماء الذين تمت دعوتهم في دفن أحد من الصحابة رضوان الله عليه، وهذا لأن المقبرة أصابها سيل وفيضانات فانكشفت الجثث، فدعيت أنا بجانب مجموعة كبيرة من العلماء وشاركت في نقل جثمان سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. والآن سنتعرف على المعجزة التي حدثت أثناء دفن جسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وكيف أنهم شاهدوا الصحابة رضوان الله عليهم بعد مضي أكثر من 1400 عام. يقول الشيخ محمود الصواف في وصف المعجزة التي حدثت أثناء نقل جثمان حمزة رضي الله عنه، قال أنهم شاهدوا أجساد الصحابة باقية كما هي، لم تتغير ولم تتعفن أو تتحلل، وهذا مصداق لبشرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للشهداء أن الأرض لا تأكل أجسادهم أبدا. ويقول الشيخ في وصف سيدنا حمزة أنه كان ضخم الجثة مقطوع الأنف والأذنين، وكانت بطنه مشقوقة، فوضعت يدي على بطنه، ولما حركناه ورفعت يدي عنه سال الدم من بطنه، وعند سيلان الدم شممنا رائحة مسك طيبة زكية لم أشم مثلها في حياتي، ملأت المقبرة، فدفنته مع من دفنت من صحابة النبي محمد من شهداء أحد. يقول الدكتور طارق السويدان: هذا ثابت بالتواتر وبرؤية العين، فسبحان الله العظيم، بعد مضي أكثر من 1400 سنة ما زالت أجساد الصحابة حية إلى الآن. فما أعظمك يا الله، سبحانك، أي فضل هذا، وأي كرم أعطيته للشهداء، إذ بلغ كرمك يا الله للأجساد وهي تحت التراب لا يراها أحد، فكيف يكون كرمك في جنة عرضها السماوات والأرض؟ بلغنا الله وإياكم مكانة الشهداء، فهنيئا لمن رأى هذا الصحابي الجليل، وهنيئا لمن رأى سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وهنيئا لمن رأى عم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد أيضا: السعودية تكشف لأول مرة صوت يخرج من داخل قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. في هذا الفيديو سنعرض لكم ظهور معجزة صادمة للغاية بعد سقوط جدار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أبكت الجميع. عندما سقط جدار قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجدوا قدما غريبة الشكل وسط ذهول جميع المتواجدين هناك. ونحن نعلم أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الرسل والأنبياء، وأن أجساد الأنبياء تكون طيبة مطيبة كما هي حتى يبعث الله الخلائق يوم القيامة. قال سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لماذا؟ لأن الأرض تشرف بوضع أقدامهم عليها وضمهم إليها، فكيف تأكلهم؟ والآن سنعرض لكم قصة سقوط جدار قبر النبي محمد، الذي بعد أن سقط الجدار حدثت معجزة كبيرة جدا أذهلت جميع الحاضرين، وكانت مفاجأة لما وجدوه داخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سقوط الجدار للحجرة النبوية الشريفة في فترة الإمام الحاكم عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة، وقد حدث ذلك عندما سمعوا صوتا قويا في الفجر داخل المسجد النبوي، فذهب الناس جميعا إلى مصدر هذا الصوت، فوجدوا أن جدار السيدة عائشة رضي الله عنها والذي يحيط بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سقط وتحطم، وانكشفت قدم بجوار الهدم. فحضر حينها الحاكم عمر بن عبد العزيز، وحضر الكثير من الناس ليعرفوا ماذا حدث، فقال الحاضرين أنهم شموا رائحة لا مثيل لها، وقالوا والله لا نقدر على وصف تلك الرائحة من حلاوتها. وبعد أن اجتمع جميع الناس وجاء عمر بن عبد العزيز وجاء أيضا القاسم بن محمد أبي بكر، وجدوا قدما خارجة من قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الحاكم: هذه القدم الخارجة لمن هي؟ فانذهل الجميع مما رأوه، وقد نوى الجميع بالدخول إلى القبر، ولكن قال عمر بن عبد العزيز: لا والله لا نؤذيهم بعد موتهم. والمعجزة الغريبة التي وجدوها عند القبر أن القدم الخارجة منه كانت لم تتحلل ولم تأكلها الأرض، وكأن القدم لجثة مدفونة منذ بضع ساعات. والغريب أن سيدنا محمد مدفون منذ 1400 سنة. فتفاجأ الناس مما ظهر من القبر، وفزع المسلمين وظنوا أن هذه القدم قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الكثيرون أن القدم كانت للرسول محمد، والله أعلم، إلا أن تلك القدم الخارجة من قبر الرسول كانت مدفونة تحت التراب بجوار القبر، ولم يجدوا لصاحبها أثرا، وهذا ما دفع إلى الشك بأنها للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مذكور في كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ بن كثير وصحيح البخاري. فها هي المعجزة، وهذا دليل على أن جسد النبي محمد طيب مطيب لم تأكله الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. فهل الرسول محمد حي في القبر أم لا؟ سنجيب على هذا السؤال الآن، وسنعرض لكم القصة التي تؤكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا في القبر حتى اليوم. قد صرح الكثير من أهل العلم والسنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حيا في القبر حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، وليست من جنس حياة أهل الدنيا، بل هي حياة من نوع آخر لا يشعر بها إلا من عاشها. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشعر فيها بالإحساس بالنعيم والسرور، ويسمع النبي محمد سلام المسلم عليه عندما يصلي عليه: سبحان الله، فصلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم، فيصله السلام، فيرد عليك النبي محمد السلام في نفس الوقت، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه السلام حتى أرد عليه السلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها في القرآن الكريم بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، سورة آل عمران. فإن روح النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين عند الله سبحانه وتعالى، وهو في مكان أفضل من الشهداء. وقيل أنه يعلم بكل أحوال الدنيا ويعرف كل شيء عنها. والدليل هو هذه القصة العجيبة، وهي قصة سقوط جدار قبر النبي محمد وظهور القدم الغريبة بجوار القبر، والله أعلم.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.